يا كذبة. وأنا في البداية أقول إن جرائمهم في سوريا لا تغفر أبدا ولا تسقط بالتقادم، ولا أبرئهم منها، فحسن وحزبه أو أي طائفة اشتركت ولا زالت في الدم السوري فهم عندي مجرمون، سواء كان حزب الله، سواء كان حتى حد من أهل السنة، لأنه أنتم تعرفون يا إخوة أنه المعارك التي جرت والتي لا زالت في سوريا لم تكن الاعتداءات على السوريين من حزب الله فقط، إنما كان فيه فصائل أيضا من أهل السنة، وكان يقتل بعضها بعضا، ونتج عن ذلك هذا التنظيم الخبيث الذي أطلق عليه اسم داعش. نعوذ بالله تعالى منهم ومن جرائمهم، ونبرأ إلى الله تعالى منهم ومن جرائمهم. فكما نحمل المسؤولية الجرائم في سوريا لحزب الله، فنحن أيضا في فصائل إسلامية سنية أيضا شاركت في الجرائم على الأرض السورية، وهذا لا يختلف عن ذاك. يعني القضية ليس لأن هذا مسلم فنسامحه أو لهذا سني نسامحه، ولأن هذا شيعي رافضي نحاكمه، لا طبعا. الدم محترم، وحرام الاعتداء على أي إنسان من أي إنسان. فإذا كان حزب الله احتل سوريا، فأيضا داعش ومن كان يدعمها من دول عربية زي السعودية والإمارات ومشايخ ودعاة الفتنة كدعاة السلفية الوهابية وغيرهم كانوا يدعمون داعش. إن من علامات أهل البدع الكذبة والاختلاق والإفك. الكذب من علامات أهل البدع، يتقربون به إلى الله. لن أقول كما يقول كثير من الناس حدثني الثقة، ولكن بلغني يقينا أن واحدا من هؤلاء أقسم يمينا غموسا وفيها كذبا لا تنتطح فيه عنزان ولا يختلف فيه اثنان. كذب على رجل من أهل السنة مقسما على كذبه في محفل يلقي فيه درسا، فلما انصرف رجع فقيل له يا فلان، ولكن فلانا الذي أقسمت على أنه يفعل كذا أو يقول كذا لا يفعله ولا يقوله يقينا، فكيف هان عليك أن تقسم؟ قال هو ذنب أستغفر الله منه لأصد الناس عنه. يا كذبة، اتقوا الله في المسلمين، دمرتم الأمة وخالفتم بين قلوب أبنائها وصيرتموها إلى الحزبية البغيضة سياسية ودينية، وصارت على شفا التقسيم. ولا يغرنك ما تراه من ظاهر قد يسر، لأنك تعمى فلا تنفذ عين بصيرتك إلى ما وراءه مما يضر. فالقبر له ظاهر من دونه يسر، ووراءه من ورائه من الجيف والنتن ما يضر. وأبشروا بدعوة الروافض إياكم لسب عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم وتكفير زوجاته ورميهن بكل قبيحة وتكفير أصحابه والتبرؤ منهم وعبادة المقبورين من دون رب العالمين. أبشروا بالتقية الدينية والتقية السياسية، بالكذب الأصلع الأبلق، ولكنه يتجمل. محمد معنا، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ حياك الله. سم. حياك الله. شيخ أنا عندي سؤال. يا ارتداد.
طيب عطنا سؤالك يا محمد. أيوة، سؤالي هو في بعض الجهات بتطلق التكفير على بعض الحكام. يعني أنا بسأل حسي، أنا يعني مع أصحابي لما بتونس بنقول هل الرئيس المعين مثلا كافر ولا لا. مثلا مثال بشار الأسد، في ناس بيقولوا هو كافر وفي ناس بيقولوا لا. وفي الحديث اللي بيقول يا أخي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وبنشوف في التلفزيون انه بعض اللقطات بتجيب انه بشار الاسد يصلي. هل بشار الاسد كافر ولا لا؟ باعتباركم جهه رسميه ارجو منكم الافاده. يا أخي ما كلفك الله بهذا، بالكلام بالناس وتكفير فلان وعلان، ما كلفك الله بهذا. وانصح إخوانك أنهم لا يدخلون في هذه المواضيع، هذه مواضيع خطيرة، وأيضا هذه ليست من شؤونكم. تكفير الناس لا يجوز إلا ببرهان، ويكون هذا عند أهل العلم والبصيرة إذا احتيج إلى بيان الحكم. وأما إذا لم يحتاج إلى بيان الحكم فلا يجوز أن يكون هذا حديث المجالس وانشغال الناس بذلك، لأن هذا فتنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى سوريا وهل ذلك من الجهاد؟ الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلامة من الفتن. هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها ويبتعد عنها، لكن يدعو للمسلمين بالنصر والفرج ويكثر من الدعاء. أما أنه يذهب فهذا لا يجوز، أولا لأنه له أسرة وله والدان وله عائلة، ثانيا لابد من إذن ولي الأمر، ولا بد من أمرين: إذن ولي الأمر وإذن الوالد، وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. نعم. ثم أن هذا الصنف من أذناب الغرب يمكن على السلفيين الصادقين التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في معاملة الحكام العادلين والظالمين الذين لم يخرجوا من دائرة الإسلام إلى الكفر البواح، ويتساءلون كيف سيتعامل السلفيون مع الحكام الجدد. وجوابنا عليهم أننا ثابتون على منهجنا الإسلامي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه سلفنا الصالح في العقائد والعبادات والمعاملات والسياسة. لن نزيد ولن ننقص من ذلك شيئا، ولسنا مثلكم كالحرباوات نتلون ونتشكل مسايرة للمتغيرات وتقلبات الأوضاع والحكومات. ومن بواقع هذا الصنف أنهم يتهمون السلفيين بأنهم يؤيدون القذافي الليبي والأسد السوري ونظامه النصيري الباطني، وقد أسرفوا في ترداد هذا الإفك وينشرونه في المواقع، وكذبوا وأفكوا. فعلماء المنهج السلفي يكفرون القذافي وهذا النصيري وطائفته النصيرية الباطنية. ولقد صرحت بهذا في دروسي مرارا، وأعتقد أن هذا الصنف يعلم هذا. أما موقفنا من المظاهرات وما يترتب عليها من فوضى ومذابح ومجازر يذهب ضحيتها ألوف مؤلفة من الأرواح في ليبيا وسوريا، وكم انتهكت من الأعراض وشردت، وكم شردت من الأسر، وكم دمرت من الممتلكات في هذين البلدين. اسألوا المساكين والشيوخ والعجائز واليتامى الذين قتل آباؤهم في هذه الحروب، والأرامل اللاتي هلك أزواجهن في هذه الفتن وخلفوا لهن أطفال يتامى. اسألوا هؤلاء جميعا هل هم راضون عن هذه الفتن ونتائجها الخطيرة التي تأتي على الأخضر اليابس؟ موقفنا من هذه الأمور الاستنكار الشديد وتبرئة الإسلام من هذه الجاهليات التي يرتكبها هذان النظامان في البلدين وحكامها، ويشاركهم في أوزار ذلك خصومهم دعاة الحرية والديمقراطية والمتسببون في هذه الفتن. ونحذر السلفيين وكل من يستجيب لصوت الإسلام من المشاركة في هذه المذابح وما رافقها من تدمير وهتك واسع الأعراض وتشريد لآلاف الأسر، لأن الإسلام يحرم هذه الأعمال المتناهية في الوحشية ويدين أهلها ولا ناقة له فيها ولا جمل. فبداية هذه الجرائم الديمقراطية والدكتاتورية
ونهايتها الديمقراطية التي قد تتحول إلى ديكتاتورية. نسأل الله أن يجعل لهذين الشعبين فرجا ومخرجا، وأن يوفقهما للتمسك بالكتاب والسنة والاعتزاز به، وأن يريحهما من هذه الفتن الهوجاء المدمرة، وأن يحمي بلاد الإسلام من هذه الفتن والشرور.